السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول والثاني والسادس الإعدادي، معانا فيديو جديد هنحاول نحل فيه شيت 1 نراجع فيه بعض الأساسيات المهمة جدا المفروض حضرتك تكون عارفها أصلا. يعني مع الحل هنحاول نشرح إن شاء الله هذه الأساسيات الهامة جدا. تعال معايا في أول سؤال، وهو بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. المعكوس الجمعي للعدد 6. اول حاجه المفروض حضرتك تكون عارفها اصلا هو ان المعكوس الجمعي هو نفس العدد ولكن بعكس الاشاره، او زي ما بقول نفس العدد اشاره مختلفه. يعني الستة المفروض المعكوس الجمعي بتاعها -6، اللي هو نفس العدد ولكن بعكس الاشاره، يبقى الاجابه هنا عباره عن -6. السؤال اللي بعديه، العدد الصحيح المباشر للعدد -5. اول حاجه عشان نقدر نفهم موضوع العدد الصحيح المباشر محتاجين اول حاجه اللي احنا نرسم خط الاعداد. فتعالى كده معايا نرسم خط الاعداد، بعد كده نرجع للسؤال. هنرسم خط الاعداد زي الخط الجميل المحترم ونحط هنا الصفر، هنا الواحد، الاتنين، التلاتة، الاربعة، الى موجب ما لا نهاية، وهنا -1، -2، -3، -4، إلى سالب ما لا نهاية. هو كان السؤال أصلا بيقول لك إيه؟ العدد الصحيح المباشر للعدد كام؟ -5. يعني أحط هنا -5، أنا آسف. -5 يعني إحنا عاوزين الرقم اللي بعديه بنزود واحد، يعني فالمفروض يبقى كام؟ -4. يبقى الإجابة تبقى -4. السؤال اللي بعديه عاوز مين فيهم الرقم الأكبر. والله أنت عندك حضرتك -9 و -11. طب مين الكبير؟ والله هو -9. طب أنا عرفت إزاي؟ حضرتك المفروض عارف إن كل ما الرقم السالب كبر، قيمة الرقم تقل. خدها بحاجة أبسط خالص، كل ما الرقم قرب للصفر كل ما قيمته قربت، يعني كل ما قيمته كبرت، أنا آسف. فالسالب 1 مش هو قرب للصفر، يبقى ده أكبر. طب السالب 3 والسالب 2 مين فيهم اللي قرب للصفر؟ السالب 2، يبقى ده اللي قيمته إيه؟ ده اللي قيمته أكبر. سؤال رقم 3، كل مما يلي عددا صحيحا ما عدا الصحيح وفي النسبي، وعايزين نشرح شوية كلام كده. حضرتك المفروض أصلا تكون عارف إن إحنا عندنا حاجة اسمها أعداد العد، بيجي على طول وراها حاجة اسمها الأعداد الطبيعية، وهي مفهوم أكبر شوية من أعداد العد، وبنرمز لها بالرمز N. طب إيه اللي أكبر من الأعداد الطبيعية؟ عندنا مفهوم أكبر شوية اسمه الأعداد الصحيحة، وبنرمز لها بالرمز Z. طب إيه اللي بعدها؟ عندنا حاجة اسمها الأعداد النسبية، وبنرمز لها بالرمز Q. خلي بالك نسبية دي يعني A على B. خلاص. طب في حاجة أكبر، عندنا مفهوم أكبر وأشمل من ده كله اسمه الأعداد الحقيقية، وبنرمز لها بالرمز R. تعالى بقى يا سيدي الفاضل نشوف السؤال كان طالب مننا ايه. بيقول لحضرتك كل مما يلي عدد صحيح ما عدا مين؟ ما عدا الواحد على 9، لأن احنا اتفقنا العدد الصحيح، عدد صحيح أصلا ده فيه صحيح موجب وصحيح سالب. صحيح ده زي الواحد والاتنين والتلاتة، أما ده عبارة عن عدد نسبي، فده كده مش معانا. بيقولك
ال N وال Q. خلي بالك الأعداد الطبيعية والأعداد النسبية، مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة جزئية من الصحيحة، هي مجموعة جزئية من النسبية، هي جزئية من الحقيقية. تمام. فهنا في السؤال بيقول لك ال N وال Q، فخلاص تبقى ايه؟ ال N عبارة عن مجموعة جزئية من مجموعة ال Q. جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. العدد -5 مجموعة الأعداد النسبية. حلو أوي. -5 ده أصلا ينتمي ولا لا ينتمي؟ ينتمي ولا لا ينتمي؟ جزئية ولا ليست جزئية؟ طب هو ينتمي ولا ينتمي ولا جزئية؟ هو عشان تبقى فاهم بس الموضوع، هو هيبقى ينتمي. طب انت لسه قايل من شوية يا مستر ان الأعداد النسبية اللي هي الكيو يعني بتبقى ايه على بي. ايه دخل -8 عندي في الموضوع؟ حضرتك لازم تعرف ان اي رقم ربنا خلقه بيكون على 1. يعني -8 دي حضرتك عبارة عن -8 على 1، فده يكون عدد نسبي. يبقى الإجابة معانا زي ما هي. 5 زائد القيمة المطلقة ل2. القيمة المطلقة حضرتك دي عاملة زي البلاعة بتشفط السالب، يبقى دي أصلا عبارة عن 2. 5 زائد 2 هي دي هتكون الإجابة 7. العدد النسبي الممثل على خط الأعداد. ده خطأ أنا نسيت أحط خط الأعداد، فيعني ممكن نلغي السؤال ده دلوقتي. أي عددين مما يلي يمثل معكوس ضربي الآخر؟ والله حضرتك المفروض في حاجتين تكون عارفهم. ايه هو المعكوس الضربي؟ واحنا فوق اتكلمنا، خلي بالك في اول سؤال خالص على المعكوس الجمعي، قلنا هو نفس العدد اشارة مختلفة. طب المعكوس الضربي انا بحب امثله بحاجة صغيرة كده، بجيب صباعين الاتنين دول كده وبعمل كده، وبقول عبارة عن شقلبة. بيشقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يعني الاتنين دي الشقلبة بقت نص. هي دي الإجابة عموما. طب ده معكوس جمعي أصلا. طب ده هو فعلا حصل معكوس ضربي بس برضو معاه معكوس جمعي، واحنا بس عاوزين ايه؟ شقلبة بس. لا توجد إجابة صحيحة طبعا، في إجابة صحيحة والإجابة رقم ألف، لأن المعكوس الضربي عبارة عن زي ما قلنا ايه؟ شقلبة. نقلب الصفحة ونبص. بيقول لك مثل الأعداد التالية على خط الأعداد: 2 -1 -نص -2.5. أنا إيه اللي خلاني أحط السؤال دوت؟ عشان الطالب بس يكون عنده تصور كافي على خط الأعداد ومكان الأرقام وكده. والله الاتنين أهي ممكن نعمل كده إيه؟ دورية عن ده، -1 أهي برضو، و -نص. -نص ده ما بين مين ومين؟ ما بين الصفر والواحد هنا كده، -2 والنص في الاتجاه الايه؟ موجب اهو. اظن الموضوع ايه؟ الموضوع بسيط خالص. السؤال الجميل بتاعنا: اوجد المعكوس الجمعي. قلنا المعكوس الجمعي عبارة ايه؟ نفس العدد اشارة مختلفة. طب معكوس الصفر؟ الصفر اصلا ليس موجب ليس سالب. -1 هيبقى 1. طب 1 على 9 هيبقى -1 على 9. طب المعكوس الضربي قلنا عبارة عن شقلبة، يعني الاتنين دي تبقى نص، لأن قلنا أي رقم أصلا مقام على 1. طب 3 على 8 تبقى 8 على 3. الواحد يبقى 1 برضه. اوجد قيمة اكس في كل مما يأتي: -2 القيمة المطلقة لإكس. احنا اتفقنا مع بعض إن القيمة المطلقة عبارة عن بلاعة. بلاعة يعني بتعمل ايه؟ بلاعة يعني بتشفط السالب. يبقى قيمة الإكس هنا عبارة عن كام؟ عبارة عن 2. طب هنا بقى ركز، هنا عكست. هو هنا بيقول لك القيمة المطلقة للإكس، القيمة المطلقة للإكس ذات نفسها. خلي بالك بقى من النقطة دي. الإكس هنا هتحمل قيمتين، مرة بالموجب ومرة
بالسالب. تيجي تقول لي اشمعنى يا مستر، ما انت في السؤال اللي فوق كنت جبت قيمة الاكس على طول ب2. اقول لحضرتك لان قيمة الاكس جو قيمة مطلقة، فانت لو حطيتها مرة بالموجب تطلع برضه بالموجب، وراحتها بالسالب تطلع برضه بالسالب، فالاجابتين هنا ايه هيمشوا معاك. اتمنى ان انا اكون فدتكم بالشيت الاولاني دوت. هو شيت بسيط جدا وسهل، وان شاء الله يكون فيه، هم عبارة عن 4 شيتات ان شاء الله. هيبقى 2 جبر و2 هنتكلم في شوية حاجات في الهندسة. ده الشيت الاولاني. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. لو استفدت وفهمت حاجه احمد ربنا، لو ما فهمتش ارجع اتفرج على الفيديو تاني. وزي ما قلت لك قبل كده ان العلم يقيد عشان تقدر تحفظه تفهمه وتحفظه، فاكتبه. والله موفق ومستعان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.